السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل أي حاجة، بطلب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم في موضوع مهم جدا للغاية، وهو أنا ببص مثلا على اللي في إيد الناس، أو ده عنده إيه، أو ده ما عندوش إيه، أو ده جاب مثلا العربية دي جابها منين، الشقة دي جابها منين. فكل واحد يبدأ بنفسه الأول. وطبعا الناس ملهاش إلا الظاهر، ما شافوش الراجل ده تعبان عشان يعمل لعياله بيت مثلا، ما شافوش الراجل ده وهو بيطلع من شغل لشغل عشان يجيب عربية، ما شافوش الراجل ده وهو في بداية حياته يعني. فليه أنا أبص على اللي في إيد غيري؟ ليه ما برضاش باللي أسرني بيه ربنا سبحانه وتعالى؟ فهو ربنا سبحانه وتعالى قال: وجعلنا بعضكم فوق بعض درجات. فطبعا انا ليه ابص على اللي عند الناس؟ ما ابص على اللي عندي. ربنا سبحانه وتعالى مديني صحة، مديني مال، مديني حاجات كتير، مفروض ان انا احمده واشكره عليها. لكن مثلا ما اشغلش نفسي بالناس. ده عنده النهارده، ده ما كانش لاقي ياكل. طب جاب الحاجات دي منين؟ جاب العربيه دي منين؟ جاب مش عارف ايه البيت ده منين؟ معاه فلوس منين؟ انا بشغل نفسي ليه بالناس؟ ما اشتغل بنفسي الاول واسال نفسي انا الاول. طالما الراجل ما بيعملش حاجه حرام وجايب فلوسه من حلال، فاكيد هو تعب وشقي عشان يبقى عنده بيت، يبقى عنده شغله، يبقى عنده مثلا عربيته. ما هو يعني كل حاجه سبحان الله. يعني انا مفروض ان انا ابص للي في ايدي، ما ابصش للي في ايد غيري. طبعا النهارده ظاهره بقت غريبه جدا جدا جدا. الناس ما بتشوفش غير اللقطه الاخرانيه. اللي انا مثلا بعمل شغل، بروح اودي شغل، بروح اجيب شغل، بقى معايا. الناس ما كانتش شايفاني وانا ما كنتش بركب، مثلا كنت بركب مواصلات واتبهدل واعمل واسوي. بقيت مثلا الناس بقت شايفه واحد بقت عنده عربيه، بقى مبسوط، بقى شغال. في اول حياته بيشتغل شغلانتين وثلاثه عشان يعمل لعياله. فيا ريت ظاهره سلبيه من الظواهر يعني الوحشه جدا ان انا ابص للي في ايد غيري. انا طول ما ربنا مديني صحه وماشي على رجلي، فده نعمه من نعم ربنا عليا. مديني صحه وبشوف بعيني وبسمع بوداني و... وماشي على رجلي، فدي نعمه من نعم ربنا سبحانه وتعالى. انا ليه يبقى عندي كره للناس وحسد للناس وحاجات زي كده؟ ليه؟ فاحنا يا جماعه، انا بطلب والله العظيم من ربنا سبحانه وتعالى ان كل واحد يخليه في حاله. ده ما عندوش وده عنده ليه؟ وده ما عندوش ليه؟ وده مش هو ربنا سبحانه وتعالى عايز كده، قسم الدنيا على كده. فانا لازم ارضى باللي قسمه لي ربنا سبحانه وتعالى. ناس تقول لك ده بقى عنده 5 شقق 4 شقق، جابهم منين؟ انت مالك؟ ما تخليك في حالك. بتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان الدنيا يعني تبقى كويسه مع الناس كلها، والناس كلها يبقى ربنا كريمها. والواحد لما يشوف مثلا زميله او جاره او صاحبه في خير يفرح له، ما يبقاش حاقد عليه، ما يبقاش يديله ظهره ويتكلم عليه. فانا بتمنى من ربنا سبحانه وتعالى. احنا بقينا يعني ناس غريبه جدا، بنكره الخير لبعض وبنكره التوفيق لبعض. يعني انا لما اقول له ربنا يوفقك، ايه المشكله؟ انا ما تعبتش في حاجه.
اما اقول له ربنا ينجحك في حياتك العمليه، يعني ما غرمتش حاجه. يا اخي ده ابتسامك في وش اخيك صدقه، انت دي صدقه من عند ربنا سبحانه وتعالى. لكن انت طول ما انت واقف على رجلك وبتمشي وبتيجي وبتروح وبعدين عايز اقول حاجه، ده ربنا سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم بيقولوا لك: من امتلك قوت يومه فكانما امتلك الدنيا كلها. ان انت بص لنفسك، عندك في الثلاجه هتلاقي عندك اكلك وشربك وكل حاجه انت جايبها، تاكل وتشرب ومية مية. قول الحمد لله، ما تبصش للي في ايد غيرك بقى. وبتمنى يا ريت يا ريت لو الفيديو عجبكم، يا ريت تعملوا لنا لايك وشير، واي حاجه عايزينها او عايزين نتكلم فيها او فيها كومنتات تبقى في الكومنتات. ومساءكم ورد وفل وخير وبركه من الله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.